السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في القناة وفاء. نتمنى يا رب العالمين هذا الفيديو لاقيكم انتم في أحسن الأحوال يا رب. الوصفة ديال اليوم هو العدس، باش الا بغيتي يجيك بحال هذا الشكل، يعني حبة حبة وما كيجيش معجون ولا بحال مطحون. والأهم كيجي لذيذ بزاف. ترافقوا مع الوجبات أو كوجبة رئيسية، علاش لا، اللي هتربينا. فتبعوا المراحل، والطريقة اللي بسيطة جدا وسهلة، فقط شوية ديال المراحل ونبداو على بركة الله. فأول حاجة كنحتاجو العدس اللي كنقيوه مزيان، يعني من الأحجار أو من هذا، وكنرقدوه باش منها تيحيد منه هذاك اللون الغامق ديالو، ومنها إلا كان شي تراب ولا شي تيحيد منه. ونحطوه على جنب بما وجدنا المكونات وديك الشرموله ديال اللي غادي نضيفوها على هذا العدس ان شاء الله. فتبعوا المراحل. فغادي نحتاجو في المكونات يعني واحد الحبة ديال الطماطم كبيرة، وانا عندي 2 صغيرين، واحد الحبة ديال البصل وجوج ضراس ديال الثوم. نقوهم مزيان ونغسلوهم، نحيدو منها هذاك الداخل ديالها ونقيوها، ومن بعد نطحنوهم او ندوزوهم في الحكاكه. غادي نبداو بالبصل والثوم هما الاولين. اللي كيستعمل الزيتون او زيت المائده، ونضيفوهم على نار اللي دائما انا كنصح بنار تكون مهيله، لان النار العافيه كما تنقولوا ليها عندها دور كبير في الطهي. ومن بعد نشحروا هذاك البصيله ديالنا، يعني تنشوفوه حلوات. ومن بعد ناخذوا مطيشه محكوكه ونضيفوها على داك البصل والثوم.
غادي نخليوه يستقطر ونغسلوه ونضيفوه، وما تنضيفوش العطريه مع الزيت باش ما تحرق ليناش، غادي نضيفوها مع العدس ان شاء الله. في المكونات اللي سهله بزاف ديال العطريه نحتاجو البابريكا او التحميره، الملحه، السكينجبير، الخرقوم والقليل من الابزار. غادي نضيفوهم على داك البصل والثوم والطماطم والزيت. من بعد نضيفو هذاك العدس. ملاحظة هنا في هاد الوقيته هادي يكون عندنا المقرعج او الغلاي، المهم يكون الماء يكون غليان ويكون عندنا الماء ساخن قدامنا، ونضيفوه ونخلوها على نار مهيله. لاحظتوا هنا انا ما درتهاش في الكوكوط، يعني خصنا نردوا ليها البال من تنشف، ومره نشوفوا عليها ونشوفوا واش طابت ولا مازال. وإلا كان مازال خصها الماء دائما كنضيفوا الماء يكون سخون، يعني يكون غليان. كما كتلاحظوا هنا راه نشوف ليها شويه ديال الماء، ولكن هنا مازال ما طابت. غادي نزيدوها الماء غليان ونرجعوها فوق العافيه على نار مهيله. في هاد الوقيته هادي غادي ناخدو القليل من القزبر او المعدنوس، ونغسلوهم ونقطعوهم ونضيفوهم على العدس، وممكن نضيفو حتى الحار او المزيوده ديال الحار، حيت كنضيفوها هي الاخيره، كيبقى على حسب الذوق وكتبقى اختياريه. صافي نبداو تنقلبو. كما تشوفوا هنايا العدس راه واجد. هنا ضفت القليل من زيت الزيتون وغادي نخلطو مزيان. صافي ناخدو الاطباق ديالنا اللي غادي نقدمو فيهم العدس ونقدمو العدس. كيبقى هنا التقديم اختياري، ممكن انك ترش عليها شويه ديال الكمون وشويه ديال زيت الزيتون وتعصر فوق منها شويه ديال الحامض، كيعطي واحد المذاق جميل جدا. المهم الاذواق تختلف. هي ملاحظه بالنسبه للكمون، دائما ما كنطيبوهش مع القطاني لانه كيعطي واحد المذاق خايب واخا يكون قليل، وكيقلب بالمروريه. فكنفضل دائما ان الكمون يترش في اخر مرحله، ونبغي نضيفوه الى ضفناه نضيفوه هو اخر مرحله، ونضيفوه القليل فقط. وبصحتكم وراحتكم، ونتمنى على الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساش تفعيل الجرس، وإلا ما كنتيش مشترك اشترك معنا وتفعل الجرس وجيم. والسلام عليكم ورحمة الله.